سافر وزير السياحة المصري لطهران في محاولة لتعزيز قطاع السياحة المصري المتعثر. العلاقات المصرية إيرانية يتبعها تاريخ طويل من عدم الثقة المتبادلة، لكون مصر تتبع المذهب السني بينما تتبع طهران المذهب الشيعي. لكن بعد أن أصبح محمود أحمدي نجاد بعد سفره لمصر الشهر الماضي أول زعيم إيراني يزور أرض الكنانة خلال 30 سنة الماضية، يأمل المسؤولون في البلدين أن تتحسن العلاقات التجارية على خلفية المصالح الاقتصادية. وكان قد سمح بالفعل بعبور السفن الإيرانية إلى البحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس المصرية. يقضي حوالي 10 ملايين إيراني عطلتهم السنوية في الخارج كل عام، والسياحة المصرية في أمس الحاجة لذلك بعد أن قلل السياح الغربيون من زياراتهم لمصر نتيجة الاحتجاجات الجماهيرية في القاهرة وانعدام الأمن في شبه جزيرة سيناء أين توجد العديد من المنتجعات السياسية في البلاد. سنة 2011 تناقصت عائدات السياحة المصرية، والتي كانت تشكل في الماضي نسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة الثلث تقريبا، على خلفية الاحتجاجات المستمرة وأعمال العنف المصاحبة لها. بينما قد يكون المسؤولون المصريون أكثر راحة مع وجود إيرانيات يرتدين ملابس متحفظة بدل الغربيات المتحررات، يظل انعدام رحلات جوية مباشرة بين الخصمين الإقليميين وانعدام الثقة بينهما في منطقة الشرق الأوسط حاجزا أمام المواطنين العاديين لكي يقوموا بجني ثمار أولى الخطوات التي قام باتخاذها كل من الزعيمين.